لا تقول لي كاني ولا ماني، حكم اللقاء ملوش تاني. ضربة حرة من مكان خطير قد تكون محملة بآمال وطموحات أبناء ميتو بأبناء منطقة الجيزة. فريق مميز والله. عدى فات مرة تانية، هيعمل إيه؟ عدى فاته مرة وقطع متصويبة، لكن والله تخرج وتطلع في الأخير من باسم، والله تخرج وتطلع إلى ضربة مرمى. على حسه شادي واحد خش كده وينفع. ضربة مرمى توصل ناحية اليمين عند علي، مشي بكورته علي، عدي من الاول ومن الثاني وقطع ممر علي، مررها جميله علي في طريق الولد رقم 11 المميز صبري تترد عند العسال، مشي بكورته العسال، لكن القطع ولا اروع من صاحب القميص رقم 7 قلب الدفاع النابض سيف، لكن طوليه عدت وفاتت مره ثانيه على اليمين. الولد الخطير، الولد دائم الابداع والاقناع، فارس ربيع. هيعمل ايه فارس؟ هل هيعمل كوارث؟ لكن والله ترجع في الاخير عند حمزه يلعبها عند علي باك رايت. والله في فريق عياد سبورت الكابتن كرم عياد اللي ما شاء الله عاملين لنا توليفه مميزه من اللاعبين المميزين. وقلت له يا كابتن كرم عندك لعيب اسمه احمد عبد الحميد ما شاء الله عليه، لكن لسه هنشوف نتابع مره ثانيه. عدى فات الولد الخطيره، عدى وقطم ومر عند صاحب القميص رقم 7 سيف عدى وفات، لكن الولد احمد عبد الحميد ده عينك عليه كويس قوي، لعيب والله مميز يمتلك زمام الامان في كل مكان. هو ده عدى وفات صبري يا صبري، والله ده انت ما انت الصبري، ده انت صبر رباعي، لكن تصويبه لكن تخرج وتطلع في الاخير الى ركله ركنيه قد تكون محمله بامال وطموحات ابناء منطقه الاسماعيليه فريق عياد سبورت. ركله ركنيه على التنفيذ القصير المكير علي، لعبها علي عرضيه توصل عند احمد عبد الحميد، احمد تصويبه من احمد، لكن والله تخرج وتطلع الى ضربه مرمى. ما شاء الله لقاء يقوده 2 حكام، واحد منطقه البحيره والاخرى منطقه القاهره دائما وابدا تبتسم، والبحيره دائما وابدا تبتسم، ولسه اللقاء بدون اهداف وصيام تهديفي داخل ارضيه الميدان. بودي يلعبها عند عبد الله يسلمها لاحمد فتيح يلعبها الفارس طوليه، والله هيصوب ولا ايه يا راجل، لكن والله الهدف الاول هدف ذاتي والله، لكن عملها الولد الخطير، الولد دائما وابدا دائم الابداع والاقناع، الولد سبح والله يحرز الهدف كده جميل، لكن هدف ذاتي من الاول. لكن نرجع تاني ونقول ان فريق الزمالك متقدم حتى الان بهدف وحيد عن طريق الولد سبح، واحد من اللاعبين المميزين داخل ارضيه الميدان. بتصبح نتيجه مشاهدينا متابعينا 1 الزمالك لا شيء عياد الشمسية مبلغ عشان العيال ده يا دكتور. الشمسية كلمته هو زمان جاي، انا بعت له. طب يلا يا بيبي قول عليه عشان العيال اللي الزمالك لا شيء عياد، لكن الزمالك بادئ بقى بداية كويسة رغم ان فريق عياد بيلعب كرة اجمل، لكن هنشوف ونتابع اللقاء. اكيد لسه مخبينا كتير، لسه المباراة في اوقاتها الاولى ولسه المتعة والاهداف. عدى وفات مرة تانية بينية عرضية، مشي بكورته الولد سبح، لكن لا ما مشيتش معاه المرة دي، بتمشي معاه كل مرة لكن استخلصها وعادت مرة تانية. عرضية مش معدية وتصويبة، لكن حارس المرمى محمد وليد بيوعد بكل جديد مرة ثانية عند الولد رقم 11 المميز صبري، مشي صبري لف ودار وقطم صبري عند احمد عبد الحميد صاحب الكرات الجميله داخل ارضيه انت يا ابني انت فطرت، لكن والله التغطيه في نص الملعب عند المميز احمد فتيح. احمد يرجعها للعسال، عند عبد الله، ترجع عند احمد فتيح واحد من المواهب المميزه والله اللي لفت
الانتباه ولفت النظر، ودائما وابدا بيكون ظاهر في كل المحطات. والله احمد فتيح مع كل كوره بيكون ليه لدغات. طبعا بطوله كي اس سوبر العرب تحت قياده المستشار عيد، اللي ما شاء الله عامل لنا كل جديد وجديد ما شاء الله. بطوله منظمه، بطوله موفقه تجمع ما بين انديه مشروع داخل ارضيه الميدان. ان شاء الله التاهيل لاكبر الانديه في قادم المواعيد. اول لما الكوره بتتقطع ضربه حره من مكان خطير على التنفيذ. احمد عبد الحميد، احمد عبد الحميد على تنفيذ الضربه الحره وتصويبها، لكن توصل في احضان بودي حارس المرمى. بودي في الموعد، بودي موجود دائما وابدا، لكن طبعا لسه محافظ على نظافه شباكه ومحافظ على الكلين شيت حتى الان. بودي حارس مرمى الزمالك. لسه بقى هنشوف المباراه في قادم المواعيد ليها شكل تاني، والكابتن عمر واقف على الخطوط ملتهب مشتعل، والكابتن كريم قاعد بقى مستقنيس تحت الشمسيه، وما شاء الله لا شاغل باله لا كاني ولا ماني. لكن ترجع مره ثانيه، عدت وفاتت طوليه، لكن تعدي وتفوت ترجع في خط الدفاع عند العسال، لكن القطع والاجمل والاروع من صاحب القميص رقم 25 علي، لكن تتلعب بينيه طوليه لوحده. يا راجل ضيعت اللي ما تضيعش يا مازن. مازن يضيع فرصه، والله كان قاب قوسين او ادنى من هدف التعادل، لكن والله يحرم كده اللاعب من هدف كان هيكون من اجمل الاهداف. كل الشكر والتقدير للساده الحضور، لكن نستمع بقى باللقاء ده لانه لقاء مميز، ونستمتع سويا عزيزي المشاهد عزيزي المتابع بمباريات جميله، مباريات ممتازه ضمن منافسه السوبر المميز. يا لاعب عملها الولد الخطير ويسجل منها الهدف الثاني، هدف تجديد كل الاماني ده. والله العسال يسجل هدف ولا في الخيال لتصبح النتيجه 2-0. حسن يسجل وليس العسال، بالفعل حسن باك ليفت فريق الزمالك اللي ما شاء الله مقدم مردود فني وبدني داخل ارضيه الميدان. كرة توصل عند حمزة مقطوعة تلف وتدور، لكن تتصوب من سبح تخرج وتطلع إلى ضربة مرمى. نخبة تحكيمية ما شاء الله عاملين أجواء داخل أرضية الميدان. محمد وليد يلعبها عند عبد الله. اضغط يا احمد اضغط. عبد الله تتلعب طوليه عند صبري، عدت وفاتت توصل عند مازن، لكن والله الولد احمد عبد الحميد الظاهر من بدايه اللقاء، لكن يعمل تاكلينج عليها يا عم سبع علي يا عم الباك سبع وفي رايت. والله في صفوف ابناء الاسماعيليه فريق عياد سبورت. تخرج وتطلع الى رمي تماس. رمي التماس تتلعب عند صبري، يسلمها عند يوسف، مشي بكورته لكن اتقطعت والله من الولد الخطير احمد فتيح. احمد فتيح يلعبها عند فارس، يعد ويفوت فارس، لكن والله كان هيعمل كوارث. ترجع عند صبري، صبري عملها عرضيه الناحيه الثانيه، كان واقف لوحده. والله لو كانت عدت كانت عملت خطوره، لكن حكم اللقاء مع فرمان بوجود ضربه حره. يا ابني مالك عسى فيك حاجه؟ العب كوره على واحد. يلا عبد الله على عسل. ضربه حره عبد الله تتلعب من عبد الله، تخبط بس وتطلع لرمي التماس.
يا ابني امسك واحد وهو واحد يا ابني. عبد الله امسك واحد وهو واحد. ثبت رجليه ثبت رجليه. فارس تعدل فوق لكن تخرج وتطلع الى رمي التماس. استلم يا فارس براحتك. باسم يلعبها الفارس. ماشي كويس. تعدل فوق من باسم لفارس مضغوط عليه لكن توصل عند احمد فتيح. عدى احمد ومره احمد والله من وسط اثنين لكن الكتره هنا بتخلق الشجاعه. توصل عند احمد عبد الحميد. احمد عبد الحميد رمانه ميزان خط الوسط في صفوف فريق عياد. احمد عبد الحميد قطع مسافه طويله وتصويبه لكن عبد الرحمن بودي كده توصل في احضانه سهله وبسيطه. خش تعال. كرة توصل طويلة. احمد فتيح عند باسم. باسم كورته باسم يلعبها في الطريق سبح لكن توصل سريعة عند احمد. ولا ده مش احمد ده والله الولد الخطير حسن. يا حسن يا ولد يلا يا احمد فتيح هيعمل ايه احمد؟ عدى وفات احمد تصويبه لكن والله حارس المرمى محمد وليد يمسكها على مرتين. بنذكر الساده المشاهدين والمتابعين ان النتيجه حتى الان هي هدفين مقابل لا شيء. احرز الهدف الاول اللاعب حسن والهدف الثاني احرزه سبح. صبري على تنفيذ الضربه الحره. تتلعب طولية يعد ويفوت صاحب القميص رقم 32 يوسف لكن قطع ولا اجمل ولا اروع. يلا يا رجاله يلا في الاخير عن فارس يلعبها طولية تعد ويفوت. هنا بقى فيها كلام هنا فيها كلام يا سبح لكن حكم اللقاء ادى الاستمرارية وقال لا وجود لاي شيء. يلا رجاله يلا رجاله. كرة توصل عند فارس. عبد الله ترجع طولية عند الولد رقم 25 علي. يلعبها طولية وتصويبة من صاحب القميص رقم 32 يوسف لكن ترجع وتتقطع مقطوعه. يوسف عدى فات يوسف سجل يا يوسف لكن والله عبد الرحمن بودي ينقذ الموقف وتوصل سهله وبسيطه في احضانه. عبد الله بس يا ابني يا حسن هو انت هتقعد تتفرج علينا يا ابني؟ عرضيه مره ثانيه عند مازن تخرج وتطلع الى ضربه مرمى. انت يا ابني ارجع ورا اهو. سبح طولية والله من بودي يلعبها في نص الملعب عند كريم. نزل والله كريم لكن هنشوفه نتابع مش بكورته. احمد فتيح واحد من اللاعبين المميزين لكن برافو والله الولد الخطير سيف. توصل مره ثانيه سريعه تصويبها. يا راجل بتعمل ايه يا راجل بتعمل ايه يا فارس؟ والله كان يقدر يسجل فارس لكن الجايه ان شاء الله يا فارس هتكون خير ليك. كرة توصل عند سيف في نص الملعب ترجع عند احمد عبد الحميد. صبري مشي بكورته صبري عند احمد عبد الحميد. عدى وفات احمد مرر وراوغ لكن تصويبه. يا راجل يا راجل يا راجل والله كان هيسجل كده كريم لكن تخرج وتطلع في الاخير الى ضربه مرمى. نزل ايضا كريم ونزل الدولي في صفوف عياد سبور. مازن تعدي وتفوت عند علي. احمد يلعبها عند علي تيكي تاكا توصل عند صبري. عدى وفات صبري صاحب القدم اليسرى
والمهارات الخاصة، لكن والله صبري ما زالت الكرة تحت حيازته كده، لكن تتشتت من عسال وتخرج إلى رمي التماس. رمي التماس مشاهدينا متابعينا، واحنا بنلعب في الشوط الأول من اللقاء الأول في اليوم الأخير طبعا من بطولة سوبر العرب تحت قيادة المستشار عيد وطبعا كي اس سبورت. رمي التماس تترد تعدي وتفوت من عند علي، لكن تخرج في الاخير الى ركله ركنيه ولا ضربه مرمى. خلينا نطلع الكوره من هنا. بودي العب على بس روح على بس. ضربة مرمى من بودي توصل عند احمد عبد الحميد، عدى وفات ومر احمد، لعبها بينيه عند علي، لكن القطع في التايمنج المظبوط تترد عند كريم اللي يأمنها الحارس المرمى محمد وليد. لكن خطأ لكن القايم صاحي مش نايم يتعاطف والله مع حارس المرمى ويمنع سبح من هدف كان يكون من اجمل اهداف احمد عبد الحميد، لكن حكم اللقاء اشار بوجود ضربه حره. بنضيع كتير يا كابتن، بنرشد بنضيع كتير. ضربه حره عبد الله ركز عبد الله انت تحت الكوره تتلعب وتوصل عند العسال، لكن الولد باسم يأمن ويرجع تاني من الموقف. العسال في نص الملعب لفارس، لكن كريم يلعبها للدولي تعدي وتفوت عند الولد صاحب القميص رقم 10 احمد عبد الحميد، لكن فيها ضربه حره. فرمان بوجود ضربة حرة من على مشارق منطقة الجزاء، لكن هنعمل عملية اسقاط سريعة والله عند احمد عبد الحميد. احمد يسلمها لاحمد علاء، تترد مرة تانية وتخلص كده من العسال. عدى وفات ومر العسال، عدى من الاول للعسال ومن الثاني، لكن الكترة هنا تغلب الشجاع الفريق عياد ومعاه فرمان بوجود ضربة حرة. هو حسن صعبان عليه يحسب من كابتن حسن حكم اللقاء. شوف بلابي طلب الصفارة بالعافية. كابتن طلع بالعافية يا احمد يا عسال. ضربة حرة تلعب الطولية تعدي وتمر عند الولد رقم 19 احمد علاء. تيكي تاكا توصل عند علي، هيعدي ويفوت علي ويمر لكن ما تعديش وتوصل طولية عند حسن يلعبها لسبح، توصل من سبح طولية وتشتيتها لكن تخرج وتطلع إلى ركلة ركنية.
ما زالت النتيجة مشاهدينا متابعينا حتى الآن هدفين مقابل لا شيء. فريق الزمالك متقدم حتى الآن عن طريق حسن وسبح. عرضية مرة تانية لكن مش معدية، تعدي وتمر عند أحمد عبد الحميد في صفوف فريق عيان. مش هتلعب تاني. توصل عند أحمد علاء. أحمد علاء البديل الناجح عمل عرضية لكن ما تقلش، هم من وسط اتنين كده ومعاه فرمان لانتهاء الشوط الأول. مشاهدينا متابعينا 2 لا شيء لفريق الزمالك. مشاهدينا متابعينا لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا، دمتم في رعاية الله وحفظ ثواني ولحظات، ونرجع لأحداث الشوط الثاني. اللي رايح عشان يمسح الحافه بتاع الترابيزه، ارجع ورا شويه برجلك. الحافه بتاع الترابيزه انت واخد بالك. اول مره اشوف انت ايه تاني. هي فين الكوره؟ ركلة ركنية. اول مره ركلة ركنية على تنفيذ باسم، عملها عرضية، هلا يصوب ولا لكن والله تفلت كده وتوصل عند صبري. لكن معاه فرمان بوجود ضربة حرة. يا ابني سيب الكوره، تعالى هنا. ارجع يا رضا، يا رضا. ضربة حرة توصل عند يوسف. يلعبها لأحمد عبد الحميد. يلا انا صبح، يلا اضغط. توصل لسبح لكن والله كان هيقطعها كده وكان هيكون قريب جدا من المراوغة. أحمد فتيح أنشط اللاعبين داخل أرضية الميدان. ايه روح. عدى ومر وفات أحمد. هيعمل إيه أحمد؟ عمل عرضية، صوب يا راجل، صوب يا راجل، صوب يا راجل، لكن والله ما صوبش، ما سمعش الكلام. والله لو كان صوب كنا قدرنا ان احنا نشوف هدف ثالث، هدف تجديد كل الاماني، هدف تقليص الفارق. عزيزي المشاهد، عزيزي المتابع، كرة توصل عند باسم، يلعبها الفارس، ايده تتلعب عرضية عند احمد عبد الحميد، تعدي وتفوت وتمر لكن تتصوب، ما يقدرش يمسكها حارس المرمى. يا كابتن توصل لكن معاه فرمان بالاستمرارية ووجود لأي شيء. كرة مرة تانية طولية، هنشوف ونتابع، لكن يعمل عليها تاكلينج محمود وتخرج لركلة ركنية. العسال والله ما شاء الله عامل لقاء مميز. انزل اهو، الراجل هيلعب فاضي اهو، هيلعبوها 2 مع بعض. الواد ده نازل ليه؟ ركلة ركنية سبح روح توصل لحد النص عند باسم، ضاغط باسم، اضغط يا محمد رضا. كريم للدولي، علي الرجل اهو، هنا سبح بسرعه، يسلمها للولد الخطير خط الوسط بقى، الولد فارس اللي بيعمل كوارث والله داخل ارضيه الميدان، لكن توصل عند علي، مش بكورته علي ده والله الولد الخطير يوسف. احمد فتيح، احمد فتيح مش بكورته، عدى ومر والله لاعب حاول. ولد احمد فتيح ده لاعب مميز، احمد فتيح ده هيعدي ويمر، عدى من الاول ومن الثاني. احمد فتيح صوب هنا يا راجل، صوب هنا يا راجل، لكن والله ينقذ الموقف ومعاه فرمان بوجود ضربه حره لصالح عياد اصبر. كابتن عمر لابس الطاقية
وكابتن كريم قاعد تحت الشمسية. ما شاء الله اجواء جميلة واجواء اوروبية في عروسة السمسمية محافظة الاسماعيلية. يا عبد الله واحد ماسك عسال وراه 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 يا ابني وراه هناك بس عبد الله امسك يلا ساعة احمد فتيح على تنفيذ الضربة الحرة تصويبة، لكن والله محمد وليد يشتتها وتخرج في الاخير الى ركلة ركنية. ركلة ركنية احمد يلعبها عرضية لكن مش معدية وتوصل في الاخير عند الولد فارس، عدى وفات ومر، لكن التصويبة فين يا ولدي؟ لكن تتشتت من فريق عياد ويقدروا يخرجوا بيها الى اللاعب يوسف لمازن. اتلعبت عند احمد عبد الحميد اللي بيوعد بكل جديد وجديد. احمد طولية عند احمد عبد الحميد تخرج وتطلع لرمي التماس. مين نزل ده كابتن؟ اسمه مش عارف. كابتن اهو يلا هنيجي بسرعة خرج باسم ونزل رشدي. تعدي وتفوت وتخرج لرمي التماس. ما شاء الله اتنين حكام مميزين، كابتن حسن وكابتن حسن ما شاء الله عليه، حكم مميز يستحق كل الدعم، وايضا الغالي علينا غالي كابتن محمد الغالي. يلا عسال مرة ثانية توصل عند صبري، كويس يا عبد الله تعدي وتفوت لكن تتصوب من الولد مازن، تخرج وتطلع في الاخير الى ركلة ركنية. مرمى دي يا كابتن انت معاهم ولا ايه؟ هو اللي راح والله يا ابني هو اللي راح. كابتن عمر لابس الطاقية وكابتن كريم قاعد تحت الشمسية. ما شاء الله اجواء اوروبية داخل ارضية الميدان. بودي روح افتحها روح افتحها روح افتحها روح يا فارس افتحها. بودي لعبة طولية عند كريم. احمد عبد الحميد رمانة الميزان، احمد عدى من الاول ومن الثاني. احمد السهل الممتنع يا راجل، ضيعت يا صبري اللي ما ضيعش والله. واحد من انشط اللاعبين داخل ارضيه الميدان ايضا صبري. تعالى يا فارس فارس تعالى قرب شويه. لكن ما زالت النتيجه 2-0. يا احمد بس بس يا عم انت اصلا يلا وصلنا. تعالى بودي يلا تعالى هنا لينا كرة توصل لعبد الله، بص بقى يا احمد توصل لفارس. روح فارس مشي بكورته. فارس هيعمل ايه؟ فارس بقى عدى من الاول ومن الثاني وبيحضر على كرة الولد الخطير، لكن اللعبة عرضية لكن تخرج وتطلع الى ركلة ركنية. ركلة ركنية على التنفيذ. رشدي عملها عرضية. رشدي
لكن مش معديه، ترجع لفارس، تعدي وتفوت وتمر، والقادم امر، لكن والله ترجع عند الولد الخطير سباح. هيعمل ايه سباح؟ يلف ويدور، لكن حمزه موجود في المرصاد، تتشتت من حمزه، ترجع لفتح او لاحمد فتيح. عبد الله واحده عسال، عبد الله يا عسال يلعبها طوليه، ورا يا ابني، لكن تتشتت من حمزه وتخرج لركله ركنيه. رشدي هيعمل ايه؟ رشدي عدى وفات، رشدي عدى من الاول وعدى ايضا من الثاني، والله البديل رشدي يلعبها لبره، توصل عند الولد صبري، من علي لاحمد عبد الحميد. احمد عبد الحميد يلعبها المازن، مازن لكريم، لكن والله تخرج وتطلع الى ضربة مرمى. اسمه ايه؟ احمد الفيروت الكتير. نزل احمد وخرج صاحب الهدف الثاني الولد سباح. عدى وفات رشدي، تصويبه، لكن صوب بنا يا راجل، صوب يا راجل، لكن والله تخرج وتطلع في الاخير الى ضربة مرمى. الزمالك في مواجهة عياد سبورت، كابتن عمر في مواجهة كابتن كرم عياد. احمد عبد الحميد يعدي ويفوت ويمر، احمد توصل عند الولد الخطير سيف، تخرج وتطلع الى رمي التماس. سيف تيكي تاكا، توصل لسيف، تتلعب عرضيه، توصل لفارس، عدى وفات فارس، تصويبه، لكن والله تخرج وتطلع في الاخير الى ضربة مرمى. محمد وليد يلعبها لحمزه، حمزه توصل عند الولد بقى، الولد احمد المعشوق، احمد خوان بزيره اللي نزل والله داخل ارضيه الميدان. احمد خوان بزيره لعيب والله يمتلك زمام الامور، لعيب متميز جدا جدا. رشدي ساعد كده تتلعب سريعه عند احمد فتيح، يلعبها رشدي، مشي بكرة رشدي، لكن تنقطع عند سيف وتخرج لرمي التماس. خرج فارس ونزل ادم، تتلعب من صبر طويله، تعدي وتمر عرضيه، توصل في احضان محمد وليد حارس المرمى. صبري طوليه تخرج وتطلع لرمي التماس. يا احمد يا احمد يا ابني انت يا احمد انت في الملعب
كرة توصل عند احمد عبد الحميد، مشي وعدى بكورته وراوغ وعمل باص. عدى وفات عبد الله، صوب هنا يا راجل بقى يا راجل، لكن والله تتشتت وتطلع لرمي التماس. حماد اجي لك حماد يا دولي اجي لك عدى ربع ساعة عدى ربع ساعة أنا وقت ثاني خلاص 5 دقايق أحمد تعالى نقول له فيني كابتن كده يا كابتن رمي التماس كابتن كده 16 دقيقة هنلعب قد ايه؟ تخرج وتطلع ايه؟ الى رمي التماس. ما هو قال على وقت كام كابتن هو مش هيمسك لك الساعة ويقف لا هو خصم حقه تتلعب عرضية، مش هيمسك لك الساعة ويقف. اطلع روح يا احمد روح يا رشدي. رشدي ولد تعدي وتفوت وتمر، لكن تخرج لرمي التماس. يا دولي بطاقة صفراء للاعب سيف، وبطاقة صفراء أيضا لرشدي. تعدي وتفوت عند أحمد عبد الحميد، لعبها طولية لكن مش معدية، تتلعب عند أحمد. حمزة لرشدي، يعد ويفوت رشدي لكن تخرج وتطلع الى رمي التماس. صبري تتأمن وترجع بطولة كي اس سوبر العرب بقيادة دكتور عيد. حكام اللقاء ما شاء الله مميزين، كابتن حسن وكابتن محمد الغالي. مش هنجيب تاني ولا ايه؟ ولا صوبنا كده؟ تعد وتمر عند رشدي، صبري لرشدي، يلا يا رشدي مضغوط عليه والله رشدي، لكن تخرج وتطلع الى رمي التماس. كابتن العب له تاني يا دولي يا دولي. هو استعباط ده. رمي التماس عند رشدي، توصل روح طولية تخرج وتطلع الى ركلة ركنية. على عسال كرة توصل مرة ثانية اقف يا عبد الله عند حمزة، يلعبها لأحمد. أحمد تتلعب عند أحمد عبد الحميد، وهدف. هدف أول لعياد وتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف وحيد. الوقت تمام كده يا كابتن. كده تلت ساعة بالظبط ساعة تعالى اهو فين 18
هو المفروض بتاع انا ماسك بتاعه والله. بص يلا بص يلا. كرة توصل سريعة، تعدي وتفوت، لكن توصل عند بودي. طلع قدام. لكن توصل، تعالى هنا عمي. تعدي وتفوت وتمر، لكن بودي يشيل هجمة وتخرج لركلة ركنية. اتفضل ايه؟ يا كابتن انت لسه قايل دلوقتي 20. يا كابتن تعالى هنا. تعالى هنا تعالى هنا تعالى هنا. لا ترجع. ارجع اقف هنا. ركلة ركنية تتلعب يا ابني يا ابني وتخرج مرة ثانية. كابتن آخر كرات، شويه. اقف على رجلك شويه. آخر كرات اللقاء. نكشف يا رجاله شويه. راجل بيتضرب. ركلة ركنية تتشتت يا كابتن وتوصل، كابتن اخلص بقى يا كابتن. مش عايزها انا دي. لكن فرماز انتهى لقاء مشاهدينا ومتابعينا 2-1. تلقوا تحياتي شادي داوود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.